في 28 يونيو سنة 1892 نشرت صحيفة البشير اللبنانية خبر عن تعيين سعد زغلول كقاضي في محكمة الاستئناف الأهلية. وفي 19 يوليو يعني بعدها بأسابيع نشرت صحيفة المؤيد المصرية خبر تعيين سعد زغلول قاضي على أول صفحتين من الجريدة. بيقول الخبر إن كبار المحامين عملوا وليمة فاخرة بمناسبة تعيين صديقهم الحميم مثال الفضل والاستقامة والصدق سعد أفندي زغلول عضو في محكمة الاستئناف الأهلية. واشترك في الاحتفال ده محامين من القاهرة ومن الأرياف اللي موجودين في القاهرة. وتمت دعوة أحمد بليغ باشا رئيس محكمة الاستئناف الأهلية، وإسماعيل بيك صبري وكيل المحكمة، وأحمد حشمت بيك الأفوكاتو العمومي للمحكمة. وبيشرح الخبر إن الاحتفال اللي في اليوم اللي فات تم أول ما جت الساعة 8 بالليل، فبدأ المدعوين بالوصول للوكندة حديقة الأزبكية. وبعد استقبال المدعوين قعدوا يتكلموا ويتسامروا مع بعض لغاية الساعة 9 بالليل. وبعد كده بدأوا الأكل، وبعد الأكل جه وقت البيان اللي ألقاه إسماعيل بيك صبري وكيل المحكمة. فقال إن تعيين سعد زغلول في المحكمة دليل على إن المحاماة والقضاء شيئان ضريعان، وكمان شبه الانتقال ده ببيت من شعر المتنبي. وبعد كده اتكلم إسماعيل بيك عاصم اللي قال إن الناس بتعرف صلاح الأمة من صلاح الحكومة، وصلاح الحكومة بيبان من حزمها، والحزم هو إن كل حاجة تتحط في مكانها وكل وظيفة يتولاها أهلها، وإن دي قاعدة فلسفية، وإن أي حكومة ما تحطش الرجال الصح في وظائفهم بتنحط، أما الحكومة اللي بتحط الرجال الصح في أماكنهم بتتقدم، وإن الحكومة الحالية بتوظف الناس الصح والأحق. وبما إن مهنة المحاماة مشتبكة دايما مع القضاء، فبيصر المحامين إن هم يشوفوا أمثال رئيس ووكيل محكمة الاستئناف، وقال أبيات شعر ألفها مخصوص لسعد زغلول بالمناسبة دي. وكمان اتكلم واحد اسمه خليل أفندي إبراهيم اللي هنأ رئيس المحكمة على الاختيار ده، وهنأ كل المحامين، وأضاف إن بالرغم من أسف المحامين على أخذ سعد زغلول منهم، إلا إن المحامين فرحانين بإن اللي كان بجوارهم أصبح أمامهم. وكمان هنأ المحاماة اللي أنتجت النتيجة الحسنة دي، اللي هنا بيقصد بيها شخصية سعد زغلول. وأضاف إنه يعرف كويس إن سعد زغلول كان كثير الأسف على وجوده في المحاماة في مكانة غير اللي بيستحقها، ده لأن أمثاله في البلاد التانية بيكونوا أرفع وأعلى شأنا ومقاما. وشكر سعد زغلول إن هو كان أحسن مثال للمحاماة، وكمان هيثبت لرجال القضاء إن فن المحاماة بيصلح في مصر إن هو يكون المنبع العالي للوظائف العالية زي حال البلاد المتمدنة. وكذا حد اتكلم بعدهم وقالوا في سعد زغلول أشعار.